طيب الجزئية الأخيرة في الدرس الأول بتتكلم عن القوة الدافعة الكهربية المستحثة في سلك مستقيم. كل اللي فات ده كله كنا بنتكلم عن ايه؟ عن ملف لولبي، واللي بنقول عن الملف اللولبي في الغالب هو نفس الكلام برضه في الملف الدائري. طب دلوقتي هنتكلم بقى عن السلك المستقيم. طيب بص كده ثانية، لو أنا دلوقتي عرضت سلك مستقيم بمجال بالشكل ده، اتجاهه إلى داخل الصفحة، عمودين على الصفحة إلى الداخل، تمام؟ وقمت عملت ايه بقى؟ رحت واخد السلك ده شديته كده في الاتجاه ده، الموضع ده حطيته ايه؟ في الموضع التاني، يعني هيكون مكانه الجديد هنا. خد بالك ده مش سلكين، ده سلك واحد انا شديته بس، السلك ده شديته من الموضع ده وحطيته هنا، تمام؟ طيب بيقول لك بقى لما تاخد السلك ده او حركة السلك داخل المجال، بينتج عنه ان المجال ده بيؤثر في الالكترونات الداخلية للسلك، تمام؟ وبالتالي الالكترونات دي لما تتحرك من مكان لمكان، ده بنسميه ايه؟ ده اول درس في المنهج، هو شدة التيار الكهربي. يبقى بينتج عنه شدة تيار ايه؟ بينتج عنه تيار كهربي، تمام؟ يبقى حركة الالكترونات او حركة السلك داخل المجال المغناطيسي بتؤثر على حركة الالكترونات، فبيحرك الالكترونات من مكان لمكان تاني، تمام؟ من موضع لموضع تاني، وليكن مثلا من هنا لهنا، او العكس من هنا لهنا. مش هيفرق معايا دلوقتي، هقول لك تجيب الاتجاه دلوقتي ازاي. يبقى بيحرك ايه؟ لما يتحرك السلك داخل مجال مغناطيسي منتظم، بيحصل ان هو بيؤثر على الالكترونات الداخليه، ولما يؤثر على الالكترونات الداخليه بيحصل ايه؟ بيحصل تيار كهربي، تمام؟ يعني ايه تيار كهربي؟ يعني حصل قوه دفع كهربيه مستحثه في السلك ده. طيب عايزين نحسب كده القوه دفع الكهربيه اللي تم حثها في السلك كالاتي. الاي ام اف احنا عارفين ان هي تتناسب طرديا مع مين؟ مع الدلتا فاي ام على الدلتا ايه؟ على الدلتا تي، تمام؟ ده من قانون فاراداي. خد بالك قانون فاراداي ده قانون البابا بتاع الفصل الثالث كله. اي قانون هناخده في الفصل الثالث هنستنتجه من قانون فاراداي، تمام؟ قانون فاراداي ده المصدر بتاع الفصل الثالث كله. يبقى اي قانون هنستنتجه او هنجيبه هيتم استنتاجه منين؟ من قانون فاراداي. والقوانين اللي احنا مش هنستنتجها من فاراداي هتكون جايه من قوانين مستنتجه من فاراداي. انت تخيل العظمه يعني. يبقى كده الاي ام اف تناسب طرديا مع ايه؟ مع دلتا فاي ام على الدلتا تي. طيب الاول بس قبل ما استنتج، احنا قلنا دلوقتي ان السلك ده اكيد ليه طول ومعرض لمجال كثافته بي، وهنديله حركه هنسميها مثلا دلتا دي، فرق مسافه. طيب عرفنا بقى خلاص ان بما ان كده الاي ام اف بتتناسب طرديا مع دلتا فاي ام على دلتا تي، وهنفك الدلتا فاي ام، يبقى الاي ام اف بتتناسب طرديا مع ايه؟ مع الاي بي او بي اي على دلتا تي. هنا تغير في الكثافه ولا تغير في المساحه؟ لما شديت السلك كده غيرت في المسافه، وبالتالي اتغير لي المساحه. يعني ما المساحه بتساوي الطول في العرض، تمام؟ اللي هو العرض هو المسافه اللي انا حركت بيها السلك دي. يبقى الدلتا تبع الايه؟ تغير في المساحه. دلتا يعني تغير. طيب يبقى كده هنقول بما ان برضو عشان عايزين نفك الايه واضح ان هي طول في عرض، طول السلك في العرض اللي هو ايه؟ فرق المسافه دي. يبقى كده الاي ام اف تتناسب طرديا مع ايه؟ مع ال في الدلتا دي مضروبه في البي زي ما هي على الدلتا تي زي ما هي. حلو. احنا عارفين بقى كل سنه بناخد القانون ده ان السرعه بتساوي فرق المسافه او المسافه او الازاحه يعني على ايه؟ على الزمن. يبقى اقدر اشيل من هنا المسافه على الزمن، احط مكانها الفي السرعه. يبقى اذا الاي ام اف بتساوي ايه؟ او تتناسب طرديا مع ايه؟ مع البي زي ما هي والال زي ما هي في الدلتا تي على الدلتا تي اللي هي السرعه اللي هي في، تمام؟ شيل بقى علامه التناسب وحط اللي يساوي الثابت بتاعك في بي ال في. ايه هنا بقى السالب هنا او الثابت هنا؟ هو سالب 1، برضو خاضعة لقاعدة لينز زي قانون فاراداي. طيب يبقى كده في النهاية ال EMF بتساوي ايه؟ سالب بي ال في، تمام؟ ولو كان السلك ده بيصنع زاوية مع المجال
بنقول ان هنا في ساين سيتا، حيث السيتا هي ايه؟ هي الزاوية المحصورة بين السلك والمجال المغناطيسي. ده كده قانون مين؟ القانون بتاع القوة الدفع الكهربية المستحثة في سلك مستقيم. طيب انا كده جبت من القانون ده المقدار، صح؟ عايزين بقى نجيب الاتجاه. هنجيب الاتجاه ازاي؟ طيب هنجيب الاتجاه عن طريق قاعدة بنسميها قاعدة فيلمينج لليد اليمنى غير اليسرى. اليسرى خدناها في تحديد اتجاه القوة الدفع الكهربائي، تحديد اتجاه القوة المؤثرة على سلك. ده الكلام ده في الفصل الثاني، القوة المؤثرة على سلك. طيب موضوع طبعا عموديا في مجال مغناطيسي منتظم. طيب دي قاعدة فيلمينج لليد اليمنى. اتفقنا ان اي قاعدة بناخدها في المنهج بنتكلم عنها من حيث ايه؟ من حيث حاجتين: كيفية الاستخدام والغرض من الاستخدام. طيب بنستخدم قاعدة فيلمينج لليد اليمنى ازاي؟ بنقول دلوقتي ان احنا هنعمل الشكل ده. هنعمل ايه؟ هنعمل الشكل ده. ايه هو بقى الشكل ده؟ ده الابهام عمودي على السبابة وكلاهما عموديان على باقي الاصابع. فاذا كان الابهام يشير الى اتجاه الحركة والسبابة تشير الى اتجاه المجال، فان اتجاه باقي الأصابع هو يمثل اتجاه مين؟ اتجاه التيار الكهربي المستحث أو القوة الدفع الكهربية. تاني، يبقى الإبهام عمودي على السبابة وكلاهما عموديان على باقي الأصابع، فإذا كان الإبهام يشير إلى اتجاه الحركة، حركة السلك، والسبابة تشير إلى اتجاه المجال، حينئذ يكون اتجاه باقي الأصابع يمثل اتجاه التيار المستحث أو القوة الدفع الكهربية المستحثة. فهمت كده كيفية الاستخدام؟ بسرعة بقى. يبقى كيفية الاستخدام: عندك إبهام، وعندك سبابة، وعندك باقي أصابع. اتفقنا كلهم عمودين على بعض، تمام؟ طيب الإبهام بيشير لاتجاه الحركة، حركة السلك. طب والسبابة بتشير لاتجاه التيار، تمام؟ اتجاهات بقى، اتجاهات. طيب باقي الأصابع بيشير لاتجاه السبابة تشير لاتجاه المجال، وباقي الأصابع هو اتجاه التيار، تمام؟ طيب بص الحركة دي اعرفها كده: حركة مجال تيار، حركة مجال تيار، سهلة، حركة مجال تيار. طيب يبقى إبهام، سبابة، باقي الأصابع، يبقى حركة مجال تيار. ده كده ايه؟ دي كيفية الاستخدام. طيب الغرض بقى من الاستخدام، بنقول ان احنا بنستخدم القاعدة دي علشان نحدد بيها ايه؟ اتجاه التيار. انا بقولك دلوقتي اذا كان الابهام يشير الى اتجاه الحركه والسبابه تشير الى اتجاه المجال، حينئذ يكون باقي الاصابع يمثل اتجاه مين؟ اتجاه التيار. يبقى في النهايه عايز احدد مين؟ اتجاه التيار الكهربي. يبقى تحديد اتجاه التيار الايه؟ المستحث، عشان هو اللي جايب الحث الكهرومغناطيسي. يبقى تحديد اتجاه التيار المستحث، تمام، نتيجه حركته عموديا على مجال مغناطيسي منتظم، تمام، منتظم طبعا وعمودي عليه. ده كده الغرض من ايه؟ من الاستخدام.